عبرت منظمات المجتمع المدني وأحزاب سياسية وطنية عن استنكارها للاعتداء بالعنف اللفظي والمادي على الصحفيين من قبل عناصر أمنية خلال تغطيتهم للمسيرة التي انتظمت يوم السبت بالعاصمة تضامنا مع الاتحاد العام التونسي للشغل. ومن جهتها دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى جلسة عامة استثنائية يوم الجمعة 2 مارس لتدارس الخطوات القادمة والنظر في إمكانية الإضراب العام في قطاع الإعلام. جاء ذلك بعد اجتماع تشاوري حضره عدد من الصحفيين للتعبير عن رفضهم لاستهداف الصحفيين. أمام تكرار الاعتداءات على الصحفيين أثناء أداء واجبهم المهني، عقد عدد من الصحفيين التونسيين اليوم في مقر نقابتهم اجتماعا تشاوريا حول ما يمكن فعله أمام ما اعتبروه تهديدا لحرية الإعلام. احنا معتزين انه احنا توا عندنا حرية إعلام والصحفي يتحرك ويحب يخدم بحرية، ولكن هالحرية هذه مهدة بين تصريحات مسؤولين في الحكومة وبين أطراف أخرى في الشارع تحمل الصحفي فقط مسؤولية الفساد الإعلامي اللي دام سنين وسنين. فما مواطنين ولاو معناها يستهدفوا في الإعلاميين، فما مواطنين يحتجزوا في الفرق يعني صحفية، مش يعني بغلطتهم هما وإنما غلطة أطراف سياسية ومسؤولين اللي هما قاعدوا يتكلموا بصفاتهم الحزبية كمنظمين حزبيين ومسؤولين حزبيين. وقد ندد الصحفيون بالعنف اللفظي والمادي الذي تعرض له عدد من الزملاء من قبل رجال الأمن أثناء قيامهم بتغطية المسيرة التي نظمها السبت الفارط الاتحاد العام التونسي للشغل، وهي تجاوزات بدأت وزارة الداخلية في فتح تحقيق حولها. وزارة الداخلية تأكد أنها عمرها ما كانت تستهدف ولا ناوية باش تستهدف الإعلاميين، بالعكس هي ديما تحاول توفر لهم أحسن الظروف لممارسة المهام تاعهم. كان حصلت حاجة معناتها في الإطار هذايا اللي نستناو تحقيقات هي اللي باش تثبتها، فإنها أكيد باش تكون حالة معزولة. احنا حارسين في وزارة الداخلية باش الأمن يولي أمن جمهوري يحمي مؤسسات الجمهورية، يحفظ حقوق المواطنين، يحميهم عند ممارسة حرياتهم. حماية الصحفي عند ممارسة مهامه واستعماله لحقه في حرية التعبير هو أيضا ما جعل الكثير من الصحفيين يطالبون بإضراب عام. زملاء تو قاعدين يقترحوا في إضراب عام بيوم، فهمتني؟ هذا حل من الحلول اللي تنجم تكون فعالة، لأنه قمنا بعديد التحركات في السابق مثل حمل الشارة الحمراء، مثل وضع يعني شارة على جرايد وعلى يعني الشاشات التلفزة للاعتداء على الصحفيين. التحركات من أجل حرية الإعلام تتتالى لتعبر في كل مرة عن الحق في ممارسة مهنة تحدد آفاقها المسار الديمقراطية في بلادنا، تحرك قد يصل هذه المرة إلى إضراب عام. وقد أدان الاتحاد العام التونسي للشغل القمع الذي تعرض له الصحفيون وبعض المشاركين بمن فيهم النساء والشيوخ في المسيرة السلمية التي انتظمت يوم السبت الماضي احتجاجا على الاعتداءات التي تعرضت لها مقراته. واستنكر المكتب التنفيذي للاتحاد المجتمع اليوم في بيانه أسلوب التشفي والقسوة التي تعامل بها بعض أعوان الأمن خاصة ضد الصحفيين، وطالب البيان بفتح تحقيق في الغرض وتتبع المعتدين، مبديا استغرابهم من أسلوب التعامل بمكيالين بخصوص التظاهرات بما فيها التي تدعو إلى العنف والكراهية. كما استنكر البيان تصريح رئيس الحكومة المؤقتة في إحدى الإذاعات الخاصة حين نعت المشاركين في مسيرة الاتحاد يوم 25 من فيفري ببقايا التجمع، متهما بعض رجال الأعمال بتمويل نقلهم من العاصمة للاحتجاج على الحكومة، واعتبر أنه كان من الأجدر فتح حوار جدي ومسؤول مع الاتحاد وسائر مكونات المجتمع المدني حول أمهات القضايا والانكباب بكل عزم وفاعلية على التشارك حل مجمل المشاكل التي تعيشها بلادنا والكف نهائيا عن ازدواجيات الخطاب. وثقوا يا سيادة الرئيس أن النقابين والشغالين الذين كانوا في الموعد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مجددين كامل ثقتهم في شخصكم لتواصلوا الاطلاع بأمانة البلاد لن يدخروا جهدا لتجسيم الأهداف الطموحة التي تضمنها برنامجكم الانتخابي للسنوات القادمة.
كيران من سوسة وشارك فيها جزء من ميليشيا تاع بن علي ورجال أعمال من سوسة ومن غيرها ومن كيران جات وأطراف سياسية وأطراف غيرها. هذه كلها تعطيك صورة الآن ايش قاعد يدور في الساحة. هل المشكلة نتاع هؤلاء هم يظنوا أن الشعب التونسي ما يفهمش، مشركين ما يفهموش، قاعد يراقب هذه التحركات وهذه المخططات. جاوا يضربوا في عوان الأمن بالحجارة وقارورة الماء. هذا هو ما يريده الاتحاد. هذا هم ما يريدون اليسار، هو استعمال العنف. ولكن هذا لا يعني أن الشعب التونسي مستعد أن يرجع إلى حكم يشاركوا فيه ميليشيات الحزب القديم، ولا قاعدين يمولوا جزء منهم يمولوا ليتحالفوا بصفة غير طبيعية مع أطراف تدعي التقدمية وغيرها. بدأ رمي الحجارة والقوارير. المظاهرين يضربوا بالحجارة. هذا هو التخلف بعينه. هذوما اللي جايين يناديون من أجل البقال ومن أجل الخير ويمارسوا في الأمر. قاعد يتحرك لإفشال العمل الاستقلالية، وأنا نقول مش إفشال الحكومة، إفشال التجربة. أنا باش نحطوهم قدام الرأي العام، ومش إحنا إذا نحطونا قدام الرأي العام وباش نصارح الشعب التونسي. لقد رسمتم يا سيادة الرئيس غاية قصوى للتنمية، وهي تأمين أسباب العيش الكريم لكافة الفئات والفئات. البلاد اللي ورثناها كما هي، مش ورثنا من حكومة بن علي ومن حكومة بشير قايد السبسي. اخر باش نقولوا هذا الكل وباش نوضحوا للناس اللي قاعدين يطالبوا الان بمطالب اجتماعية ويعرفوا حقيقة البلاد ويعرفوا امكانيات البلاد ويحبوا يعيشوا. انا باش نحطوهم قدام الرأي العام، وباش احنا اذا نحطونا قدام الرأي العام وباش نصارح الشعب التونسي.